واليوم رجعت لكم بوصفة طاجن الربيان. شايفين ما شاء الله. بالبداية عندي شوية زبدة قليتها مع البصلة والفلفلة. كثير منيح. رجعت ضفت شوية زبدة بحيث انه تشوح عندي البصلة وما تحترق. وصفة كتير سهلة وبسيطة وطيبة، ان شاء الله تنال اعجابكم. هون ضفت عندي الربيان، رح اضيف عليه ملح وبهار. ضفت هون البهار. هلا عم قلبهم تقليبتين. لا تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هلا هيك بعد ما قلبته منيح، ما بتعيفوا الربيان على النار كتير لحتى ما يطالع ميته، بس تقليبة خفيفة لأنه الربيان بيستوي بسرعة. هلا بدي أضيف الملح. هيك بعد ما قلبته، هون عندي هلا رح أعمل البشاميل. هون عندي كاسة من الحليب أو كاسة ونص، ما تكتروا. رح أضيف عليها معلقة ونص من الطحين، وراح احركه كتير منيح. هاي الطريقة، في ناس بحمصوا الطحين وبعدين بضيفوا الحليب، بس انا هاي الطريقة كتير منيحة مشان ما يكبتلي الحليب عندي. هيك بعد ما حركته راح اعيفه على النار لحتى يسمك ويتسبك. وراح اضيف الجبنة والزبدة. وراح اضيف الجبنة. اي نوع جبنة بدكم اياها. هون انا ضفت عندي شيدر، بس فيكم تضيفوا جبنة قشقوان تطلع اطيب، بس الشيدر طلعت منيحة يعني عشان يصير عندي القوام اسمك. هلا عندي هون حطيت كم قطعة سمك فيليه كمان أنا عاملتهم في فيديو خصوصي، إذا بتحبوا تشوفوه كيف بعمل سمك الفيليه. وضفت عندي الربيان والفلفل والبصل. هاي أكلة بحرية، طاجن الربيان بامتياز، يعني فيكم تقولوا أكلة بحرية. كتير كتير طيبة طلعت. أهم شي هلأ ما تتركوه بالفرن كتير، بس شي يستوي يتحمر الوش عشان ما يفقي الربيان ميته مثل ما قلنا. ضفت على وشه رشة جبنة موتزاريلا. هلأ هيك صار عندي جاهز. بتمنى تعجبكم الوصفة.